واحد من أنجح وأشهر المغنيين العرب في الوطن العربي، ومعروف إنه أنجح مغني عربي في العالم، مش مجرد نجاحها أول فترة زي أي حد بينجح فترة وبعدين بيختفي، يعتبر طفرة في العالم كله، لأن محدش فضل ناجح بالشكل ده وقدر يحافظ على نجاحه لأجيال، إلا هو واحد بس، وهو مايكل جاكسون اللي فضل يحقق نجاحات ما بتخلصش لحد ما مات. عمرو حقق نجاح من أول ما بدأ في 1983، من بدايته لحد دلوقتي في نجاح مستمر مش بيخلص. فليه عمرو دياب المغني المفضل لكل الأجيال؟ عشان نعرف خلينا نبدأ من الأول. عمرو مواليد 1961 في بورسعيد. من صغره وهو موهوب بالغنى، سواء في مدرسته في الحفلات الوطنية وسط أصحابه. كان شخص أقل من العادي في الطموح، ما كانش شايف إنه هيوصل لكل ده في بدايته، ولا كان عنده الثقة إنه يقول كده. ولما كان في أول لقاء ليه على التلفزيون وهو عنده 21 سنة قبل ما يبدأ كاريره في الغنى، اتسأل سؤال، وهو أنت إيه اللي تقدر تقدمه بشكل مختلف للغنى وما تبقاش زيك زي أي حد تاني؟ وكان رده كله قلق وتوتر وما كانش عارف يقول إيه، وفضل يقول كلام كله طبيعي. طيب خلينا كده نعرف ازاي ابتدى بداية نجاحه مع اشخاص مهمة في عالم الغنى في مصر، واهمهم كان الموسيقار هاني شنودة اللي كان في الفترة دي واحد من اهم الناس في المجال ده. الحكاية كلها بدأت بحفل هاني شنودة مع فرقته في بورسعيد. بعد ما الحفلة خلصت عمرو راح له الاوتيل وقال له انه مطرب ونفسه يغني ويبدأ كاريره. هاني شنودة لما سمع عمرو كان متأكد انه اكتشاف وانه هينجح لانه مغني متكامل، لكن عنده مشكلتين، الاولى انه من بورسعيد، والتانية ان لهجته بورسعيدي. تاني يوم بعد المقابلة دي عمرو كان جاهز انه يروح القاهرة مع هاني شنودة ويبدأ رحلته فضل هاني شنودة يرشحه لمخرجين كتير ولقاءات كتيرة ومنتجين كتير، ولكن ما قدرش يوصل لأي نتيجة. وده يأكد اللي قلناه، إن عمرو ما كانش عنده الثقة الكافية في نفسه علشان يقول إنه شخص هينجح في المستقبل. الوحيد اللي كان مصدقه هو هاني شنودة، ولما فقد الأمل فضل يصلح عيوبه وغلطاته وتعلم النطق بشكل صح علشان يعرف يغني بطريقة صح من غير ما تأثر عليه اللهجة البورسعيدي. بعد ما عرفنا بداية عمرو بشكل مختصر، يلا بينا نعرف ازاي حقق النجاح ده كله وقدر يحافظ عليه. خلينا نبدأ بأول ألبوم لعمرو سنة 1983، وهو ألبوم يا طريق. أمواج تصحى وتحكي ذكرياتها للأشجار من وكانت الشركة المنتجة شركة صوت الحب، اللي أنتجت لفنانين كتير زي هاني شاكر وأحمد عدوية ومحمد فؤاد وغيرهم كتير. ألبوم عمرو محققش النجاح الكبير اللي تتخيله، بس هو عمل قاعدة جماهيرية صغيرة ساعدته في إنه يكمل في الطريق وتديله الأمل إنه ممكن ينجح في يوم من الأيام. ومع إنه ما كانش عنده الثقة إنه هيغير شكل الأغاني، لكن لو لاحظنا في أول ألبوم ليه هنلاحظ إنه عمل جزء من التغيير واللي كانت مختلفة شوية عن باقي الأغاني في الوقت ده. طيب إحنا قلنا إن أول ألبوم محققش النجاح الكبير اللي متخيلين، لكن ساعده في تاني ألبوم ليه وهو غني من قلبك سنة 1984، واللي هو بعد سنة واحدة من الألبوم الأول. والألبوم ده كبر شعبيته في مصر وخلاه يثبت نفسه أكتر. وفضل عمرو يعمل ألبومات في فترة قليلة زي ألبوم هلا هلا سنة 1986. يصعب علينا تبعدوا وتنسونا، يصعب علينا يصعب علينا يلي بحنان الحب عودتونا، يصعب علينا يصعب علينا. وألبوم خالصين سنة 1987. وهنا بقى الألبوم اللي عمرو ظهر فيه بشكل مختلف عن كل اللي بيعمله قبل كده، واللي جمع ما بين البوب الشرقي والغربي. ولو اتكلمنا عن البوب الغربي في الوقت ده فهو واحد بس اللي كان مسيطر على البوب الغربي، وهو مايكل جاكسون، واللي يعتبر عمرو دياب هو نسخة مايكل جاكسون العربي. نرجع لألبوم خالصين، يعتبر هو بداية النجاح لعمرو بشكل حقيقي، وهو رابع ألبوم ليه في 5 سنين بس، واللي حقق مبيعات حوالي 500 ألف نسخة في الفترة دي، ويعتبر ده رقم كبير بالنسبة لعمرو في بدايته. طيب خلينا نتكلم عن حاجة كده كانت ترند في السنة دي برضه، وهو ألبوم باد لمايكل جاكسون اللي كان تحفة فنية وبيكمل نجاح ألبومه ثريلر اللي حقق نجاح كبير. لو ركزنا كويس هنلاقي إن أول واحد يغير شكل المزيكا في مصر ويجمع ما بين الشكل الغربي والشرقي في ألبوم واحد هو عمرو دياب في ألبوم خالصين اللي اتكلمنا عليه. وبسبب إن مايكل جاكسون كان منزل أبوه في نفس السنة فاتقال على عمرو إنه مايكل جاكسون العرب، بسبب نجاح عمرو الغير متوقع في السنة دي، وبقى بينافس معظم المغنيين في الوطن العربي عشان أثبت نفسه. وهنعرف قدام إيه التشابه اللي بين مايكل جاكسون وعمرو دياب في طريقة المزيكا مع اختلاف الثقافات بينهم. وفضل يعمل ألبومات بعد ما حقق النجاح الكبير ده. عمل ألبوم ميال 1988. من كام سنة وانا ميال وفي حبك انا مشغول البال، من كام سنة وانا ميال وفي حبك انا مشغول البال.
وألبوم شوقنا اللي يعتبر نقلة في حياته وحقق منه نجاح كبير وبنى قاعدة جماهيرية كبيرة في 1989. ومش بقولك كده مجرد كلام، لأنه حقق من الألبوم ده أكبر كمية مبيعات من أول ما بدأ لحد الألبوم ده بأكتر من 2 مليون نسخة. ومن هنا بقى عمرو دياب من أحسن الفنانين في الوطن العربي، وبدأت أغانيه تترجم لغات كتيرة. قدر عمرو يبقى أشهر مغني في الوطن العربي في أقل من 10 سنين، وبقى ألبوم شوقنا أشهر ألبوم في السنة دي، ولحد النهاردة في ناس كتيرة بتسمعه. عمرو قدر يعمل ستايل في الأغاني خاص بيه، وكل شوية بيمشي مع الموجة الجديدة بس بطريقته اللي تميز بيها. وأخد عمرو جائزة الأسطوانة البلاتينية بسبب الألبوم ده، وبقت الأغنية في أعلى قوائم الأغاني في الوطن العربي. وفضل عمرو يكمل نجاحه ده لحد سنة 1996 اللي نزل فيها ألبوم نور العين، اللي هو أنجح ألبوم لعمرو من أول ما بدأ لحد دلوقتي، وترجم الألبوم لغات كتيرة من أهمها الأسبانية. وخد جائزة الموسيقى العالمية لأكتر الألبومات مبيعا في الشرق الأوسط. حقق الألبوم فوق ال4 مليون نسخة، غير النسخ اللي كانت مش رسمية اللي اتباعت أكتر من النسخ الرسمية. فاحنا بنتكلم في حاجة محدش في الوطن العربي قدر يعملها غيره، وتصنفت أغنية نور العين كأفضل أغنية عربية عالمية. طيب لو رجعنا كده لكلامنا عن مايكل جاكسون في سنة 1992 هنلاقي إنه نزل أغنية اسمها Remember the Time. لو ركزنا في الأغنية هنلاحظ إن في تشابه كبير بين الأغنية دي وأغنية نور العين لعمرو دياب. هنلاقي إن الأغنيتين بيجمعوا بين الإيقاعات الإفريقية والغربية، وهتحس إن الاتنين مألوفين على ودانك. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي. وانا تجربة حياتي تجربة غريبة جدا، ان انا واحد ما كانش عنده حاجة خالص، من اسرة فقيرة جدا، ناس على قد حالهم. احلامي وطموحاتي اللي انا فيه دلوقتي كان حلم اللي كنت اتخيله. فلما وصلت له بقى عندي شيء ان انا مش مصدقه. فعندي شيء نوع من حاجة اسمها اللي بيسموه منطوي على نفسه، واللي هي حاجة مش هتلاقيها في أي أغنية عربية في الفترة دي، لأن الأغاني العربية كانت محتفظة بشكل كبير على الطريقة الشرقية، على عكس عمرو اللي بيحب يجدد وبيعمل نوع جديد يتميز بيه. وبعد ألبوم نور العين ب4 سنين بيكمل عمرو نجاحه اللي عمله في الألبوم ده، وينزل ألبوم تملي معاك سنة 2000 اللي دخل قائمة أفضل ألبوم في السنة، وخد جائزة الموسيقى العالمية علشان الألبوم حقق أكبر مبيعات في الشرق الأوسط. تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك، تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك. عمرو قدر يحافظ على النجاح ده بشكل مش طبيعي، وما اكتفاش بنجاح ألبوم تملي معاك، لا كمل نجاحه بألبوم ليلي النهاري سنة 2004، ووصلت مبيعاته لأكتر من 3 مليون نسخة، وحقق منه جوائز كتير. لكن برغم نجاح الألبوم إلا إن حصل مشاكل بين الشركة المنتجة وعمرو، مع إن مع مرور الوقت بقى من أحسن ألبومات عمرو دياب، واللي بقى من أعلى استماعات عمرو على سبوتيفاي، لأن الألبوم كسر 50 مليون استماع. وبقى عمرو متعود على النجاح ده، وكل ما ينزل ألبوم بيكون الناس كلها منتظراه، زي مثلا ألبوم وياه اللي نزل سنة 2009. مبيعات الألبوم ده كانت بتتباع بحوالي 100,000 نسخة كل يوم لأكتر من 10 أيام متواصلة، وده يعتبر أكتر ألبوم لعمرو دمج فيه بين المزيكا الغربية والشرقية، وفي ناس كتيرة بتعتبر الألبوم ده الفيفوريت عندها. ده اللي كان نفسي فيه، لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمر أضيعها ليه، مش معقول. ولو فضلنا نتكلم
نتكلم عن نجاحات عمرو مش هنخلص. يعني مثلا في 2016 عمرو دخل موسوعة جينيس كأكتر مغني عربي حقق مبيعات في الشرق الأوسط، ومحدش دخل موسوعة جينيس لأفضل المغنيين غيرهم هما 3، مايكل جاكسون وجاستن بيبر وعمرو دياب. فانت متخيل عمرو وصل انه يتقارن بمين؟ طيب لو اتكلمنا مثلا عن نجاحه في الحفلات، فيكفي اقول لك انه عمل حفلة حضر فيها فوق ال 150 ألف واحد، واللي كانت في الرياض، حفلة ميدل بيست اللي بتصنف كتاني أكبر حضور لحفل في الوطن العربي. وعمرو قدر انه يفضل ناجح لحد وقتنا ده. ولو ذكرنا مثلا آخر أغانيه اللي حققت نجاح، فهي أغنية شكرا اللي حققت فوق ال 200 مليون استماع. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته، يجيلك يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة ملكش إلا هو. فعمرو مش مجرد مغني عادي، لا ده قدر يثبت نفسه كويس، وكمان يحافظ على نجاحه حتى مع اختلاف الأجيال وظهور مجالات جديدة زي الراب والمهرجانات. فضل برضه محافظ على مكانته وشعبيته اللي بتزيد يوم عن يوم من أول 1983 لحد دلوقتي، اللي يعتبر أكتر من 35 سنة لعمرو في نجاح. فتقريبا كده احنا عرفنا ليه عمرو دياب المغني المفضل لكل الأجيال. وبس كده.